ازيكم عاملين ايه رأيكم؟ تعالوا النهارده نعمل برجر في البيت وجواه جبنة. طعمه تحفة بجد. عايزة اقول لكم ان فعلا طعمه جميل قوي. يلا بينا. يلا بقى نشيل كل المكونات اللي احنا حطيناها في الساندوتش دي ونحطها من اول وجديد عشان نعرف الساندوتش الجامد ده بيتعمل ازاي. خطواته سهلة قوي وبجد طعمه مختلف جدا وهيعجبكم قوي، وخصوصا كمان الاطفال ان هم طول الوقت بيطلبوا برجر. اول حاجه هنجيب العيش بتاعنا هنفتحه وندهنه من جوه زبده، وبعد كده هنجيب الجريل بتاعتنا او الطاسه ونحطها وندي وش للعيش ده. طعم الزبده على العيش لما ياخد وش طعمه بيبقى حلو جدا وبيفرق في طعم ساندوتش البرجر قوي. بس كده بصوا بقى شكلهم بعد ما اخد الوش بيبقى طعمه مختلف تماما. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب بصلايه وهنقطعها قطع صغيره، وبعد كده هنجيب نفس الجريل اللي احنا عملنا عليها العيش، هننزل فيها كمية البصل اللي احنا قطعناها دي وهنحط معاها معلقة زبدة. هنديها تشويحة بسيطة قوي، يعني احنا مش هنطريها قوي ولا هنسيبها كده ايه ان احنا ناكلها نحس ان هي ناشفة. لا، احنا بس هنخليها تدبل حاجة بسيطة قوي على على النار. طعمها برضو بيبقى مختلف وطعمها حلو قوي. كده خلاص احنا بقينا قطعناها وبقت جاهزة وحطيناها على الجريل وهنحط عليها قطعة الزبدة اللي قلتلكوا عليها. وكده المكون التاني في الساندوتش بقى جاهز اللي هو البصل. بعد كده هنجيب كابوتشا او لو عندكم خس بلدي اي حاجة هنقطعها قطع صغيرة. بعد كده هنجيب طماطمايه وبرضو نقطعها شرايح. نجيب لحمة مفرومة، اهم حاجة ان هي تكون لحمة حمراء وفيها 20% دهن. هنحط عليها ملح وفلفل اسود بس. لو عندكم اي بهارات برجر اللي هي الجاهزة وعايزين تحطوها عليها براحتكم. بعد كده همسك قطعة قطعة وهكورها وهفردها كويس وهحط جواها جبنة. اي نوع جبنة انتوا عايزينه، عايزين تحطوا جبنة موتزاريلا، عايزين تحطوا جبنة شيدر. انا هنا حطيت الجبن السوري اللي هي كانت جبنة مشللة وجبنة حلوم، حطيتها جواها وقفلت عليها بقطعة تانية من البرجر. بس كده بقى جاهز معايا. جبت نفس الجريل وحطيت فيها معلقة من الزبدة مع الزيت وحطيت عليها البرجر. بص ببططها كويس كده. بعديها نيجي نقلبها على الناحية التانية ونسيبها تاخد سواها كويس. هنجيب بقى الساندوتش بتاعنا ونحط فيه صوص البيك تيستي، الصوص ده انا بحبه جدا، ونحط فيه بقى المكونات كلها اللي احنا جهزناها بالترتيب اللي انتوا عايزينه. اهم حاجة لو بتعجبكم وصفاتي لازم تعملوا لي لايك وفولو وشير، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي ايه رأيكم في الوصفات بتاعتي في الكومنتات. وبس كده بقى الساندوتش بتاعنا جاهز. احلى ساندوتش برجر ممكن تعملوه وانتوا قاعدين في البيت. وخلاص كده. يلا باي باي.